بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا احلى ناس؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ارحم ابويا يا رب العالمين، وارحم صالح الجعفراوي، وارحم كل شهداء المسلمين، امين يا رب. بصوا بقى يا بنات، النهارده عمالين ايه يقولوا بقى على النت؟ إيه يا جماعة، يوم الخميس نوت المكنسة، يا جماعة يوم الخميس نوت المكنسة. مكنسة مكنسة ايه يا جماعة؟ مش كفاية المكنسة بتاعتي عليا؟ المكنسة بتاعتي اللي عاملة زي الطيارة دي. قمت قايلة لا، اما اقوم بقى اهوي شقتي وانضف كده البيت عشان اقفل الشقة يوم الخميس ده، ما خليش بقى ايه المكنسة تخش. كفاية المكنسة اللي عندي في الشقة. وبصراحة يا جماعة أنا ما بفتحش شبابيك شقتي خالص، ممكن أواربها بس شوية صغيرين كده. إيه، عشان البيوت حواليا جرحاني يعني. فبصوا بقى كده، ادي البلكونه اهو عامله عليها ستاره، ونسيت برضه اوريكم الفيو الرائع بتاعي. يعني احنا كده البلكونات في حضن بعض، يعني احنا كده بنحب ايه، نبقى في حضن بعضنا كده الجيران. مش اللي هو ممكن يا اما لو عندك بصلايه ولا فص توم ممكن اناوله لجارتي عادي كده من الشباك. والمهم ان كل جيراني يبقى كبار، ناس كبار يعني. بس برضه مهما كان، فالموضوع محرج بالنسبه لي. دخلت اوضه ابني اهو، بما ان هو نزل الجامعه، فقلت لا بقى ايه، انا استغل الاوضه اروقها. وهو يا حبيبي اوضته عامله زي حق الكبريت، عامله زي علبه الكبريت، صغننه خالص خالص، ما فيهاش غير السرير والكومودينو والدولاب، وفيها كرسي للسفره يعني. وان شاء الله ان شاء الله في القريب العاجل هعمل له مكتب، حته علبه صغيره كده عشان يحط الكمبيوتر بتاعه عليه. بس الاوضه بتاعته صغننه خالص، فهو يا حبيبي ما بيخرجش منها اساسا، يعني هو بيحب يقعد في اوضته على طول. فانا ما بروقش اوضته دي الا لما بيخرج منها. فدخلت بقى استغليت الفرصه وقلت اعيش حياتي واروق له الاوضه اهو. شوفوا اوضته فيها الدولاب والكومودينو والسرير وبس كده. واصلا اوضته دي يعني كانت الطرقه اللي في النص دي كانت في اوضته. بس بقى الراجل اللي عامل الشقه، اللي كان عامل لنا الشقه دي، الله يهديه يا رب وما يغلطش الغلطة دي مع حد تاني، كان عامل لنا غلطة في الشقة. فعشان نحل أوضة اخواته، نعمل لها باب في جوه الشقة مش على السلم بره، رحنا ايه واخدين من اوضته متر وعملنا طرقة وعملنا فيه باب الأوضة بتاعت اخواته وباب الأوضة بتاعته. فعشان كده اوضته صغيرة يا حبيبي، وهو ساكت وبلع الموضوع وساكت يعني. فيلا الحمد لله. المهم ان احنا مستورين الحمد لله. فجيت بقى على الشباك، انا ما بهفش بقى بفوطه وكده عشان ما اردمش التراب جوه. فروحت بقى ماسكاه بالملمع فريده ده بتاع الاخشاب، وبمسح التراب بس اللي كده المتاح قدامي. بصوا بصوا بوريكم بقى ان كل البلكونات عاليه عني ازاي، شايفين؟ كل البلكونات عندي عاليه، ومبقاش عارفه اتحرك براحتي في الشقه لو انا فاتحه الشبابيك كده كل شويه. وعفوفه الغاليه طبعا معايا في كل مكان، مستغربه بقى ان انا فاتحه الشبابيك. ايه يا ستي انت كده يعني؟ ايه ده، احنا كده مكشوفين قوي. خلصت الاوضه وبعد كده قمت مفندقه الشباك بقى على وسعه بقى، وقمت ايه قافله الستاره كده، قال يعني ايه جزء من الستر شويه. ورحت بقى على الصاله، فتحت الشباك. بصوا يا جماعه، بصوا الشبابيك يا جماعه، والله العظيم اللي بيبقى عندهم في البيوت اللي حواليا دي كلها بيبقى شايف شقتي خالص. احراج ما بعده احراج يعني، وكشف للبيت خالص. اي نعم الناس يعني مش هتبص يعني جوه شقتي بس غصب عنهم، غصب عنهم. اما يبقى البيت قدامك حاجة غصب عنك عينك هتيجي عليه. فحتى لو الناس مش هتبص انا هبقى محرجة وحاسة ان انا مكشوفة، صح ولا لأ؟ فكان عندي الفرش اللي انا حطاه على الركنة ده مبقع كده يعني، اكل واقع عليه او الوان من بنتي او كده. فقلت اما اشيله احطه في الغسالة يتغسل، ومش هحط عليها فرش دلوقتي ولا حاجة، انا هنشره يتغسل وانزله افرشه على طول. تاني يوم يعني افرشه بقى على طول، وهغير كيس المخدات وانا عندي غيار ليها يعني عموما. ففتحت بقى الشباك وقلت بقى اشيل الفرش كده، وطبعا لابسه الروبه هون وحاطه الطرحه ومستعده يعني. اهو شايفين بوريكم ان في بقع وحاجات من كده، فقلت لازم انا اغسله. هو نضيف في العموم نضيف، بس بقع بس كده تراب من الجو عادي. وقلت اخد فرصتي يعني. دخلت بقى احط في الغسالة. ما تعرفوش ليه يا جماعة بيتبقى مسحوق في الدرج، بيتبقى مسحوق عندي في الدرج، معرفش ليه.
المهم تعالوا بقى اما اكملكوا حكايه اموله. ماشي، مع الجامعه بقى والحياه وكده. انا كنت وقفت معاكم فين لحد ما كنت بشيل الكيمياء وخلصت بقى الكليه بتاعتي. اتجوزت يا جماعه واجلت ترم كنت حامل فيه في بنتي الكبيره. الترم التاني باين، اجلت الترم التاني ولا الاولاني، والله ما انا فاكره الاولاني ولا التاني. المهم ان انا عدت السنه، مش عدت، انا كنت مأجله ترم، فعدت السنه بالترم الجديد عشان اخده بقى. اخده يعني في السنه اللي بعدها، اذاكره في السنه اللي بعدها. دول رفين ازاز يا جماعه، حط عليهم المنظفات وطبق الغسيل اللي بطلع فيه الغسيل من الغساله وكده. وهنا كنت واقفه مستنيه الغساله على بال ما تشتغل. هتستنوني واقفه قدامها كده شويه على بال ما تشتغل، وعماله ابص لها يلا يا حبيبتي اشتغلي، فهديها بوكس كده عشان تشتغل والموضوع يبقى تمام. الحمد لله. اللهم بارك فيكي يا حبيبه قلبي، اللهم بارك فيكي. يعني المفروض اسميها صبره، انا المفروض اسمي الغساله بتاعتي دي صبره، صبوره، ربنا يعينك. المهم يا جماعه، خلفت بنتي. وطبعا تأجيلي للترم ده جه مصلحة في ان انا كنت بقى يعني في البيت، عشان بقى الرضاعة بقى وكده ومراعية بنتي. وبعد كده رجعت الجامعة، بقيت اوديها مع عند ماما واروح الجامعة عادي. وكمان كان في لي واحدة صاحبتي اسمها سالي، مش هنسالها برضو وقفتها معايا. كانت بتعدي عليا وهي راجعة من الجامعة على طول، لان هي بتعدي عليا وبتسافر بلد تانية بعدي. كانت بتجيب لي المحاضرات، بتجيب لي الحاجات اللي هنذاكرها، الكتاب، تشتري لي كتاب وتجيبهولي. يعني كتر الف خيرها، كانت واقفة معايا يعني. والحمد لله. وبعد كده جوزي بقى سافر، عشان بقى الموضوع تقل علينا. فجوزي سافر وحملت، كنت حامل قبل ما يسافر، كنت حامل في ابني الوسطاني. دي يا جماعة بتاعت سجاد، شامبو سجاد كده، كنت جايباها معايا من زمان وراكناها في الدرج، وكنت رايحة ارميها في الزبالة. لما لقيتها بقى قلت انها قديمة بقى وخلاص بقى زمان صلاحيتها خلصت، وراح ارميها في الزبالة. فلقيت عندي بقعة كده وقلت اما اجرب منها على البقعة دي. وبسم الله ما شاء الله نضفتها لي في ثواني، والغطا ده فيه فرشة بلاستيك كده. قلت لها والله انت جيتي في وقتك. فهنا كنت بنضف بقى، استحليتها بقى لان انا عندي الحافظة دي حافظة سجاد بيضة كده فبتتوسخ بسرعة. المهم يا جماعة جوزي سافر وانا لسه في الكلية كمان بابني، وبقيت اروح بقى، كنت بعمل عملية ربط للرحم، علشان انا ما بينفعنيش حمل الا لما اعمل عملية ربط للرحم، والا الحمل ينزل. فكنت بعمل العملية في الشهر الثالث، تمام، وافك الربط في الشهر السابع، او في بداية السابع، او في اخر السادس، تمام. فجيت في بنتي الاولانية خلفت في بداية الثامن، تمام، واتفك الربط بقى مع مع الولادة. وجيت في ابني ما عملتش ربط. في ابني اتولد في السابع، ابني الوسطاني اتولد في السابع. جيت في بنتي بقى التالتة، لما سافرت لجوزي بقى حملت في بنتي التالتة وولدتها بقى هناك في السعودية. ماشي، فكان برضو لازم عملية الربط، عملت الربط. بنتي اتولدت في السادس، والله العظيم. يعني بصوا كده، بنتي الكبيرة في الثامن، ابني الوسطاني في السابع، بنتي الاخرانيه اتولدت في السادس ودخلت الحضانه، وابني الوسطاني دخل الحضانه برضو. اما ولدته في السابع دخل الحضانه. استنوا اما اخد شفطه قهوه عشان القهوه بردت. هنا بقى يا جماعه خلصت الصاله وخلصت اوضه ابني. وطبعا بنتي كانت في الاوضه بتاعتها، فما عملتش اوضتها في اليوم ده، هي كانت نظيفه ومتروقه يعني. دخلت اوضتي بقى، عملت ركبت كفر كده للحاف تغيير شكل يعني. والملاية بتاعتي نظيفة، غيرت بس كيسة مخدة عشان هي واسعة، مش عشان هي مش نظيفة، عشان هي واسعة على المخدة، وعشان الكيسة تليق على الكفر بتاع اللحاف. وطبعا عفوفة القروبة لازقة فيا في كل مكان. المهم يا جماعة بعد ما خلفت ولادي بقى كده،
انا بقى دلوقتي خلصت كليتي وقعدت في البيت شويه و... وشويه خناق كده مع جوزي عشان خاطر ان انا اشتغل. ودخلت اشتغلت شهرين بالحصه، اللي هو اشتغلت بالحصه كده، قدمت. كان طبعا احنا كلنا المدرسات لازم يبداوا الموضوع بالحصه ده. تمام. اشتغلت بالحصه، وبعد كده جوزي عمل لي زياره عشان اسيب الشغل، لان هو اصلا مش راضي على الشغل. ورحت له زيارة 3 شهور. تمام. وما كنتش قادرة استحمل القعدة، لان رحت قعدت في شقة كده تحت، هي كده مكتب الشغل بتاعه. ورجعت بعد ال3 شهور، وان شاء الله في الفيديو الجاي هكمل لكم. والله العظيم استنوا، ده الحكاية جميلة بعد كده، استنوا هكمل لكم. اصل الناس بتبقى فاكرة ان الموضوع سهل والدنيا حلوة وسلسة كده. انا هحكي لكم ايه اللي حصل بعد كده يعني معايا. تمام. وهكمل لكم برضك موضوع الشغل بتاعي ده ان شاء الله. بس كده يا جماعة، وده كان الروتين بتاعي وجزء من حكايتي الحلوة الجميلة اللي انا بحبها، وحكايتي مع زمان. بس كده واعملوا لي لايك للفيديو عشان اكمل لكم الحكاية، وباي باي.